عالمي اسلامي قدرمن مشر او سره د علماو یو لوی هیئت کابل ته تشریف راوړی ده او دلته د افغانستان اسلامي امارت مسؤلینو سره تفصیلي مجالس وسول د رابطه عالمي اسلامي سره د افغانستان علاقه تاریخي ده د سعودي سره تاریخي ده او پرمختګونه لرو او امید چې په راتلونکي کې به راشدر شنور هم زیاته سي د افغانستان اسلامي امارت له ټول اسلامي نړۍ سره خاص اړیکې غواړي د ورورۍ اړیکې غواړي اسلامي اړیکې غواړي او په دې کې رابطه عالمي اسلامي خاص رول لري مو خوشاله یو چې د لوړپوړي پلاوي د افغانستان اسلامي امارت دعوت قبول کو او کابل ته تشریف راوړ او د دې دغه راتګ به د نورو پلاوو هیئتونو د راتګ لپاره هم زمينه مساعده کی او د نړۍ له علماو سره د نړۍ له مشرانو مخورو سره به د افغانستان راشدر شنور هم زیاته سي دې ته یو ځل بیا هم خراغلاست وایو او د نن څو مجالس وسو د ته ډیر خوشبینه چې ان شاء الله راتلونکي اړیکې بنور هم روخانه او اثرات به د ټولو لپاره ډیر خوي هر کله راسي مننه. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سعدت والوفد المرافق من رابطة العالم الإسلامي بزيارة إمارة أفغانستان، وكانت لقاءات ضافية ومهمة جدا مع كبار الشخصيات، مع سماحة رئيس الوزراء وسماحة نائب رئيس الوزراء ومعالي وزير الخارجية ومعالي وزير الداخلية، وأيضا لقاءات مع من حضر من العلماء في الإمارة. كانت لقاءات مهمة جدا وفتحت العديد من الموضوعات التي تهم شأننا في رابطة العالم الإسلامي مع إخواننا في العالم الإسلامي، وتحدثنا عن أهمية تعزيز التبادل بين العلماء والحوارات العلمائية التي تحرص رابطة العالم الإسلامي على تفعيلها انطلاقا من مضامين وثيقة مكة المكرمة ومضامين وثيقة بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية. وجدنا صدورا رحبة وأيضا انفتاحا عالي المستوى على تعزيز العلاقة مع علماء رابطة العالم الإسلامي والحضور لمؤتمراتها وندواتها وملتقياتها التي تهتم بها الرابطة وفق رؤيتها ورسالتها وأهدافها وقيمها. أقدر هذه الدعوة الكريمة من لدن حكومة أفغانستان لزيارة هذا البلد الطيب، وأيضا أقدر الروح المنفتحة التي عطرت أجواء الحوار والحديث مع كبار الشخصيات القيادية في الإمارة. سعدنا جدا بهذه الزيارة وكانت فاتحة خير للقاءات أخرى بإذن الله عز وجل ستشمل بالكثير من الحوارات التي تهمنا في شأننا الإسلامي بعامة في القضايا الكبرى للأمة الإسلامية، وأيضا فيما يتعلق بالهدف السامي ومكارم الأخلاق ورحمة الإسلام بالعالمين في خدمة الإنسانية أجمع. حرصنا في هذه اللقاءات أن تكون شفافة كما هي قيمنا التي نرتكز عليها من مرتكزات ديننا الإسلامي الحنيف. نعم، كانت شفافة وصريحة في عدد من الموضوعات، كانت لقاءات رحبة وكانت لقاءات مثمرة، وبإذن الله عز وجل سنستأنف باقي هذه الحوارات في ملتقيات وزيارات نتبادلها
مع إخواننا في أفغانستان. أحب أن أشير بأن الشعب الأفغاني هو في وجداننا، في وجدان الأمة الإسلامية، وأفغانستان من هذا الوجدان، من هذا الجسد الإسلامي. حرصنا على أن نؤكد على أهمية الوحدة الإسلامية، ونؤكد على أهمية وحدة الصف في القضايا الإسلامية الكبرى، وأن نواجه الحملات المغرضة والتي يقوم عليها ما يسمى بمنظري ومحفزي ما يسمى بالإسلاموفوبيا، وهو كراهية الإسلام، ولا نواجه ذلك إلا بحقائق الإسلام. الحوارات كما أشرت قبل قليل كانت متميزة وفي قضايا مهمة ومتعددة. نسأل الله عز وجل أن يجعلها نافعة ولوجهه الكريم خالصة. أشكر مجددا لحكومة إمارة أفغانستان هذه الزيارة وهذه الحفاوة وهذه الضيافة التي تترجم قيم الشعب الأفغاني العزيز.